انا هي اللي سبابي بنت خالتي ما ولدت دابا 16 عام. اجي نعاود لكم قصتي من الاول. انا بنت في وسط 4 دراري، كنا من عائله فقيره، الوالد هو اللي خدام علينا كيطلاو. المهم ما عندناش وما خصناش الحمد لله. المهم بقيت كنقرا توصلت للجامعه، قريت شويه في الجامعه ما سهلش الله ما خدمتش، بقيت جالسه مع الوالده كنعاونها في الشقه وداك الشيء. وكان الحلم ديالي هو انني نمشي لاوروبا. كنقول لها يا ربي الوالده انا يكون زهري من زهر العائله انا مشيت انا لاوروبا. المهم دازت الايام وجات لي بنت عم الوالده جات لعندنا المغرب. جلست معنا واحد السيمانه تقريبا، هي كانت هابطه 15 يوم كنت حنا معنا سيمانه. ايوا وجلست معنا. المهم عرضناها درنا لها عرضه زوينه كنخرجوا حنا وياها. من بعد هضرت معها قلت لها عافاك الا ما شوفي ليا كيفاش انا مشيت انا لاوروبا. قالت لي واخا، قالت لي لقيت، قالت لي شي حل، قالت لي المهم مشات دازت المده حتى قادت لي المسائل وريقات. فرحت بزاف ما نعاودش ليكم. الوالده بقى فيها الحال، قالت لي يا بنيتي انت، قالت لي معمر عليا الدار، قالت لي غادي تمشي، قالت لي انت شوفي، قالت لي خوت، قالت لي عزار، قالت لي ما يعاونوا حتى شي حاجه، قالت لي والبنت، قالت لي ماشي هما الدراري. قلت لها الوالده، قلت لها خاصك تفرحي لي، قلت لها ماشي، قلت لها ماشي، قلت لها تعبسي، قلت لها وطلع لك الدم، قلت لها ان شاء الله، قلت لها نصوفيكم، قلت لها ونصوفي راسي كما قلت لكم. هبطات بنت عم ماما. هي اللي داتني، انا ما كنعرف حتى شي حاجه. المهم داتني سكنت معاها داز مده. المهم بقيت جالسه معها شي 3 سنين بحال هكاك وخدامه. كنخدم كنجي للدار من الخدمه للدار. المهم الله يعمرها دار، هذيك بنت عم الوالده الله يعمرها دار. جلست معها زعما ضيفتني وجلست معها ديك المده كامله، ما عمري ما شفت منها كلمه العيب. والحمد لله انا كنت كنجي انا من الخدمه وكنعاونها. كنخرج انا وياها، كنت معمره عليها وفي نفس الوقت هي يعني ما حسيتنيش بالغربه. المهم دازت واحد 3 سنين تعرفت على واحد السيد في الخدامه انا، ولكن هو كان خدام هو في واحد البوست يعني حسن مني، كيشد صالير مزيان، عنده الدار تما، عنده الطوموبيل. المهم علينا تعرفت عليه بهاكك واحد العام. في انايا خرجت من عند العمه ديالي، كريت غير تما حداها نفس المدينه وقريبه ليها يعني ما بعيداش بزاف. المهم بقيت ساكنه بوحدي وفي نفس الوقت ما عارفه مع هذا السيد. واحد النهار قلت له شوف صافي، قلت لي تعرفنا ما فيه الكفايه، شنو بالي الا كنت ماشي زعما انا اللي غادي نفرض عليه الزواج، ولكن قلت لي الا كنتي مرتاح ليا انا كمان مرتاحه عليك، الا كنتي مرتاح ليا علاش لا ندير واحد الخطوه. لقيت انا جايه ما لقاش جايه محسن منها. هي لقيت قال لي انسانه مزيانه وكل شيء، قال لي اييه نديروا الخطوه الاولى. الخطوه الاولى هي انه جا غير عند عمه الوالده، قلنا زعما دير تعارف هو الاول عند العمه ديال الوالده، ومن بعد نهبطوا للمغرب نديروا العرس. داكشي اللي كاين. مشى لعند عمه الوالده، دا شويه الحلوى، دا معها الورد. المهم داكشي تعارف في الاول. المهم دار معاها وكل شيء داز الامور بخير. صافي كنا دايرين حق الصيف وعاد اننا نهبطوا للمغرب. صافي داز مده، عيطات لي بنت خالتي في المغرب راه خرجوا لي الوراق، انا غادي نجي لعندك، الا كان ممكن تستقبليني عندك واحد المده ما صوبيت راسي ونخرج من عندك. قلت لها راس العين، قلت لها مرحبا بك راكي بحال اختي. عمر عليا صراحه الله. ايامات الاولى كنت كنمشي نخدم كنجي كنلقاها موجده ميكله جامعه الدار، وحتى انا ما مقصرش. انا من جيتي حتى انا بعض المرات كندور معاها، كنخرج ناكلوا برا بعض المرات هكا في الويكاند، كنشري لها حويجات. داز مده قلت لها شوفي راه الشركه اللي خدامه فيها انا راه باغي الناس، شنو بالك باش تخدمي؟ باش دفعت لهم السيفي وقبلوها. خدمت هي معايا في نفس البلاصه. صافي المهم بقينا بجوج خدامين غاديين بخير. نقرب الصيف غادي نهبط للمغرب باش ندير لاكت انا وهذاك السيد وغادي نتزوجوا. حتى هي شدات كونجي وهبطات معانا، هبطنا ودوزنا العرس، نشطنا مع العائله ومع الوالدين والحمد لله. انا وراجلي سافرنا تما في المغرب. المهم داز ايام زوينه. الوقت اللي غادي نرجع فيه رجعت معايا بنت خالتي. الوقت اللي رجعت معايا صافي خليت لها الدار اللي انا كنت كاريه بوحدي، انا مشيت عند راجلي. المهم داز الامور بخير، كنتواصل انا وبنت خالتي. دازت الايام وجات الايام. بنت خالتي تعرفت على واحد السيد وبغى هذا الزواج. المهم قالت هي فرحت لي انا بزاف. المهم هي دارت باللي راه من غادي يلحق الصيف غادي تمشي تهبط وغادي تقدم ليها عند الوالدين ديالها. المهم انايا هادشي داز عليه شي عام وما حملتش، مشينا لعند اطباء والو ما كاين حتى شي حاجه. صافي وصل الصيف وهبطنا باش بنت خالتي دير العرس. داز العرس ديالها مزيان، رجعنا لبلجيكا فرحانين ناشطين. المهم داز شي 3 سنين بحال هكاك والو، انا ما جابش يلاه الولاد، هي حملات. فرحت ليها وحمتها اللي بغاتها كنجيبها ليها، زعما لقاتني واقفه معها ديال بصح وخلاص. الوقت اللي بغات تولد وجدت انا وياها كل شيء، داك الحلويات السفوف، المهم اي حاجه كتحتاج الولاده انا وجدتها ليها انا وياها بطبيعه الحال. خلاص النهار اللي مشيت ولد مشينا عندها وفرحت ليها ولدت وليد. هذاك الوليد ما نعاودش ليكم، قلت انا ولدي. المهم دازت عاوتاني مده، عاوتاني ولدت، عاوتاني البنيه الثانيه. كيف الاول كيف الثاني انا وقفت معها
وقفت معاه يعني حتى في الثانيه وقفت معاه بحال في الاول. حيت هنايا يعني حاطين راس على بعضياتنا وبعادين على العائله ديالنا، يعني لقاتني في جنة الولاد ونمشيو ندوزو والو. اللي دازت 16 عام هنايا. في 16 عام كل مره كنت كنقول راجلي صافي سير تزوج وولدك وليدات، يقول لي لا انا منك ما انت هي كلشي في حياتي، انا ما غاديش نتفارق معايا. المهم كما قلت لكم دازت 16 عام. واحد النهار بنت خالتي وراجلها ووليداتهم مشاو سافروا اسبانيا عند عائله راجلها. طريق غاديين الله يستر داروا كسيده. عيط لي راجلها وكيبكي، قال لي راه في الطريق خرج لنا رمو، راه انا والوليدات خرجنا منها سالمين، ولكن راه بنت خالتك راه في الانعاش. داك الوقيته ما كرهتش شي حاجه تهزني وتحطني عندها، بقيت كنبكي وحالتي. المهم تسنيت جا راجلي قلتها له صافي دوش بدل حويجاتو صافي جدينا الطريق. الصباح صبحنا عندهم، تلاقينا راجل بنت خالتي قال لنا راه الوليدات، سولنا على الوليدات قال لنا راه يتجرحوا شي جرح خفيف يعني ماشي حاجه بزاف، الام ديالهم راه في الانعاش، وقالوا لي راه في حاله خطيره بزاف. كيبكي مسكين. بقات في مرتو بزاف، راه بقات فينا كاملين. والديها في المغرب عاودش ليكم حالتهم العائله كامله حالتهم من جهه. قال لينا انا وراجلي راه بغيت نقول لكم شي سر، راه قالته لي بنت خالتي وقالت لي هذا السر ما بغيتش نديه معايا الا مت. شفت في راجلي وشاف فيا، قلنا له الله يسمعنا قبل الخير، قلنا شنو كاين؟ قال لي راه بنت خالتك راه منين درناك السيده انفو حلت عينيها، قالت لي بغيت نقول لك شي حاجه. قالت لي قول لبنت خالتي راه انا هي سبابك باش ما ولدتيش دابا 16 عام، راه الوقت اللي هبطنا فيه المغرب باش ديري العرس، الوقت اللي كانت حنا لك النقاشه وسالات لا اريز الزلافه هنايا انا باش نغسلها. منيت مشيت درت شي سحور ودرت هذاك الشيء في هذاك الزلافه ومشيت دفنتها في الروضه النسيه. وقال لي راه طلبت منك السماحه عافاك لما سمحي لي. انا شفت فيه وعيني هبطوا كالشلال، كان بكين وراجلي كيسكت فيه. عمري ما كنت كنظن انني بنت خالتي دير فيا هذا الشيء. صافي قلت له الا سمح لي الله انا مسامحه، بقى فيا الحال بزاف. كنت نتقبلها من البراني ولكن ما نتقبلهاش من بنت خالتي، كنت حاسبها اختي واكله طعامي لابسه حوايجي، عمري كنت كنظنها فيها. قلت له واش قالت لك فين دارتهم؟ قال لي لا، قال لي غير قالت هاد الهضره غير بزز وصافي في الاخر صافي غيبات. صافي انا تمنيت انا وراجلي رجعنا لبلجيكا. صافي مهم داز 3 ايام هكاك عيط لي راجل بنت خالتي قال لي انا لله وانا اليه راجعون، بنت خالتك راها ماتت. واخا دارت في داك الشيء بقات فيا. بكيت على العشره يدوز انا وياها، ولكن داك الشيء اللي دارت فيا ما عمري ما غادي ننساه وما عمري ما غادي تنسى، حيت داك الشيء مازال مطول ومازال كاين. كنشوف انايا لانها تزوجات وولات وليدات وعمرها ما فكرت انها تفكر انايا وليت انا وليداتي. وكتشوفني كنتحسر على الدراري والو مش فاتش فيا. المهم انا كنطلبكم معايا انا وراجلي، ربي يدير لنا تاول الخير يا ربي.